السلام عليكم. اجيو تشوفوا معايا هاد القصه كيفاش دايره. لغز اختفاء ملكه، الجريمه اللي حيرت المغاربه. البدايه نهار عادي كيف ما العاده، صيف 2003 في مدينه اسفي. ملكه بنت عندها 22 عام، كانت كتعيش مع والديها وخوها الصغير. كانت بنت مؤدبه ومعروفه بالطيبه ديالها، كتعاون معها في الدار وكتخدم بدوام جزئي في محل ديال بيع الملابس. نهار السبت مع 7 ديال العشيه خرجت ملكه من الدار باش تمشي تشري شي حوايج من السوق. الام ديالها قالت لها ردي بالك ما تبقايش بزاف. ضحكات ملكه وقالت لها غادي نرجع دغيا مهمتي، غير نشري داكشي اللي خاصني. ولكن ملكه ما رجعاتش، وحتى التليفون ديالها تسد بعد ساعه من خروجها. الساعات الاولى القلق بدا كيكبر، العائله ديالها صبرات شويه، قالت يمكن تعطلات عند شي صاحبتها ولا قضات وقت طويل في السوق. ولكن مع وصول 10 ديال الليل الام ديالها بدات كتحس بشي حاجه غريبه وقررت تخرج تسول عليها. مشات عند الجيران، سولات صحاباتها، ولكن حتى وحده ما شافتها. التوتر بدا يبان في العائله، والاب خرج كيجري للسوق يسول الناس اللي كانوا خدامين في السوق. قالوا ان ملكه دخلات فعلا المحل ديال الملابس، ولكن ما يعرفوش فين مشات من بعد. مع منتصف الليل العائله مشات عند البوليس وبلغوا على الاختفاء ديالها. البوليس بداو البحث، سولوا الناس وقلبوا المنطقه اللي كانت فيها اخر مره. اول حاجه لاحظوها هي ان حتى واحد ما شافها خارجه من السوق. وشكون شافها اخر مره؟ في اليوم الموالي جا واحد الشاب عند البوليس وقال لهم انا شفت ملكه راكبه مع راجل في طوموبيل كحله، كانت كتضحك وكتكلم عادي. هاد الشهاده كانت صادمه، حيت ملكه ما كان عندها حتى صديق معروف، وكانت بنت كتخرج غير للدار والخدمه. ولكن نهار اخر واحد السيد كبير جا وقال للبوليس انا شفت شي وحده كتشبه ليها كتمشي بوحدها في الطريق ديال الغابه، كانت كتحرك بسرعه بحال اللي خايفه من شي حد. البوليس بقاو حايرين، كيفاش ممكن يكونوا هاد الشهادات صحيحين وهما متناقضين؟ الحوايج اللي زادوا الغموض. بعد سيمانه البوليس لقاو الحوايج ديال الملكه في واحد الغابه بعيده بشي 10 كيلومترات على المدينه. ولكن المفاجاه كانت ان الحوايج ما كانوش مقطعين ولا فيهم اثار عنف، غير مسخين شويه بالطين. ولكن الهاتف ديالها والمفاتيح ديالها ما كانوش تما. هذه كانت اول علامه على ان القضيه فيها سر خطير، تهديد ولا حقيقه. بعد شهر العائله توصلت برقم مكتوب فيها بخط غير واضح، ما تقلبوش عليها، راه مشات برغبتها. هاد الرساله خلات البوليس والعائله شاكين، واش ملكه فعلا هربات ولا شي حد خطفها وحاول يخبي الاثار؟ شكون اللي كتب الرساله؟ التحقيقات زادت تعمقات ولكن بلا نتيجه واضحه. كل مره البوليس كيلقاو دليل كيزيد يعقد القضيه اكثر. واش كانت جريمه مخططه؟ مع مرور الوقت النظريات بدات كتكثر. بعض الناس كانوا كيقولوا باللي الشبكه ديال التجار في البشر اللي خطفاتها، ولكن ما كان حتى دليل على هذا الشيء. بعض المحققين شكوا ان ملكه كان عندها شي سبب للهروب، ولكن العائله ديالها كانت مقتنعه انها عمرها ما كانت غادا دير هادشي. بعض الناس قالوا يمكن تعرضت لاعتداء وشي حد دار هادشي كله باش يخفي الجريمه، ولكن الجثه ما عمرها ما طلقات. داز السنين والملف ديال الملكه بقى مفتوح بلا جواب. بعض الناس مازال كيقولوا باللي عايشه في شي بلاصه بعيده، وبعضهم قالوا باللي الحقيقه خايبه وما باغي حتى واحد يهضر عليها. ولكن السؤال الكبير بقى بلا جواب، شنو وقع فعلا للملكه؟ واش ماتت ولا عايشه؟ ولاش ما تعرفتش الحقيقه حتى لدابا؟ شنو رايكم في هذه القضيه؟ واش كتحسوا ان ملكه مشات بزز ولا هربات؟ واش شي حد قريب ليها متورط؟ شنو التفسير ديالكم لهذه الرساله؟ نتمنى تخليوا الآراء ديالكم والتعليقات ديالكم وتساعدونا بزر اللايك، ونتلاقاو في حلقات جاية إن شاء الله من سلسلة جرائم وتحقيقات مغربية حقيقية. والسلام عليكم.